إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب ليه ما قالش السيئات؟ وإيه الفرق بين الذنب والسيئة؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الذنب هو حق ربنا عليك، أي حاجة بينك وبين ربنا زي الصلاة والصوم والزكاة والحج، ولو ما عملتش حاجة من دول يبقى ذنب. لكن السيئة بقى هي الحاجة اللي بتعملها في حق الناس زي الغيبة والنميمة والسرقة والاعتداء. أي حاجة تضر بقى غيرك تبقى سيئة، والذنب ربنا هيغفره لك رحمة منه. لكن السيئة ما فيهاش تسامح لأنها في حق الناس. لكن الحسنات هي الحاجة الوحيدة اللي بتمحو السيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بطل تشتم صاحبك عمال على بطال وتقول ده هزار. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة طالعة من لسانك مكتوبة وهتتسأل عنها قدام ربنا. الشتيمة مش رجولة ولا هزار. ايه ذنب امه ولا ابوه اللي بيتشتموا؟ لو بتحب صاحبك بجد استره وما تجرحوش. صون عرض غيرك يتصان عرضك، عشان زي ما هتقول في غيرك هيتقال في عرضك. نظف لسانك واذكر ربنا في التعليقات وشير الفيديو عشان غيرك يستفاد. هو عادي نعيط على حد مات ولا حرام؟ لما تعيط على حد مات دي دموع حب وفراق. والنبي عليه الصلاة والسلام عيط على ابنه إبراهيم وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن الحرام بقى إننا نصرخ ونلطم ونقول كلام يغضب ربنا زي ليه يا رب ده كان صغير خدته ليه. والنبي حذر وقال مش مننا اللي يلطم الخدود ويشق الهدوء ويعيط عياط الجاهلية. والسويت مش بس حرام، ده كمان بيضر الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الميت بيتعذب ببكاء أهله عليه، فأحسن حاجة تعملها إنك تدعيله من قلبك وتعمله صدقة جارية. لكن السويت ولا هيرجعه ولا هيفيده. ليه النبي حذرنا من التماثيل والعرايس اللي لها عينين؟ والصحابة لما كانوا بيشوفوا تمثال ولا لعبة لها عيون كانوا بيشيلوا عيونها، وده لأن الشيطان بيسكن في أي صورة أو تمثال له عينين. يعني لو أنت نايم في أوضتك وعندك دباديب وعرايس أو تمثال وصور، اتأكد إن الشيطان لبسهم وبيتفرج عليك. الشيطان بيحب يتفرج عليك ويراقبك، عشان كده بيحب العيوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الكلام ده عشان يحمينا منه. فلو عندك تماثيل أو عرايس شيل عينيها والحق نفسك. تعرف إن في ناس هتدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. طب هم مين؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني اللي قلوبهم متعلقة بربنا، مش بيطلبوا من حد يرقيهم ولا بيجروا ورا السحر ولا الخرافات، معتمدين على ربنا في كل حاجة. وكمان ال70,000 دول مش هيدخلوا الجنة لوحدهم، دول هياخدوا معاهم عدد ضخم من الناس ويدخلوهم معاهم الجنة، وده بفضل ربنا طبعا. ومين عالم مش يمكن نطلع منهم.